ماتو سان مارين، اسمه الحقيقي لخوسيليو او بيتر كراوتش كما يسميه جود بيلينغهام. منقذ الريال الجديد خوسيليو حتى ما لاعب ريال مدريد، هو معار من اسبانيول زي ما كلنا عارفين. انشيلوتي طالب من المفارقه انه طالب بهاري كين، مشى لبيريز هاري كين بيريز قال له لا ثاني ما بشتري، انا جربت ايدن هازارد ثاني ما بشتري لاعب فوق ال 30 ب 100 مليون، وبعدين يصاب لي في الانكل وسطا. هاري كين معروف باصابات الانكل، لا انا حجيب لك لاعب احسن منه بمليون ونص من اسبانيول. وفعلا جاء خوسيليو، هو اصلا ابن الريال طبعا معروف، بدا في كاستيا قبل سنوات طويله جدا، واخر بالمناسبه سجل في 2011 هدف تمريره منه كريستيانو رونالدو. خوسيليو بس ما انه كان منتظر ريال مدريد، هو مشجع كبير جدا لريال مدريد، نشأ في النادي. عنده تويتر 2012 كان بيلعب في هوفنهايم الوقت ذاك، كان في مباراه لريال مدريد في الابطال، كان بيطالب بلينك، يعني رسل قال للري لينك احضر المباراه، يعني زيه زي اي مشجع لريال مدريد في الخرطوم، في مدني، في السودان، في القاهره، في يعني بيفتش لينك داير يحضر الكره لريال مدريد. السنه اللي فاتت على 14 قبل اللي فاتت كان حاضرها في الملعب كمشجع، والمره دي غالبا حيكون في النهائي، وغالبا الريال يكون مغلوب ويدخل في اخر دقيقه ويجيب هدف. دقش لفه طويله جدا، هوفنهايم، انجلترا، ستوك، نيوكاسل، دائما احتياطي، دائما بدخلوه اخر الدقائق، هو اصلا دي فكرته. رجع اسبانيا، الفيز واسبانيول، سجل اهداف ودائما كان بيسجل في الريال، وبما دي الحاجه اللي خلت بيريز دائما يفكر فيه. 10 مباريات ضد الريال سجل 8 اهداف. الحاجه الثانيه الاهم كمان انه هو عديل كارفاخال، وزوجين اخوات، يعني كارفاخال بيكون بيخبط لبيريز و شوف الزول ده اديه فرصه. فالموسم اللي فات فعلا تألق 16 هدف مع اسبانيول، لكن ما في زول متخيل انه هو في الابطال ابدا ما كان بيثق فيه انشيلوتي الموسم ده. المباريات الكبيره ابدا ما بيلعب، احنا عارفين كلنا مشكله خوسيليو، لحد ما يلف كده اي مدافع كبير بيكون شال الكوره ومشى، لكن ادي الكوره في وشه والجون قدامه ما حيضيع. فدائما انشيلوتي ما كان بيعتمد عليه. المره دي سبحان الله دقيقه 81 جرب اي شيء، الريال لعب مباراه افضل، فرص كثيره جدا، فينيسيوس بيشوت ونوير بصوت يشوت او العراضه تصوت. في النهايه ما لقى حل، كلهم دخلوا كافامينجا ومودريتش، في النهايه قال ندي فرصه في اخر مباراه لنا الابطال ويطلع، يعني هو المنقذ.